النهارده بقى هقدم لكم عينه من جيراني، لكن اول ما هبتدي باللي على اليمين، واللي على اليمين دي بقى واحده ست ما تبطلش طلبات، مره بكره، مره حله، مره مرتبه، مره لحاف، اقربها لسه امبارح. نعم. سمعنا. افندم. والنبي يا اخويا لاقيش عندك ابرة باجور لحسن ما اعرفش ايدي حطت الابرة فين. حاضر. اتفضلي الابره. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت الابره وتنها ماشيه، قفلت الباب ورجعت وقعدت على الكرسي ودي خبطت. سمعنا. افندم. الاقيش عندك يا اخويا لتر جاز لحسن ما اعرفش ايدي حطت الجاز فين. حاضر. اتفضلي. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت اللتر طبعا لتر ونص، ورديت الباب وراها ولسه هفتح الجران ودي خبطت. سمعنا. نعم. الاقيش عندك يا اخويا باجور فاضي لحسن ما اعرفش ايدي حطت الباجور فين. امال انت خدت الابره في الاول تسلكي بيها ايه؟ اسلك بيها اسناني يا اخويا. حاضر. اتفضلي الباجور. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت الباجور وطنها ماشيه. المره دي بقى قفلت الباب ولا رجعت. قال لي عقلي خليك واقف بدل ما انت رايح جاي، مفيش نص دقيقه ودي خبطت. سمنعم. افندم. الاقيش عندك والنبي راسلين باميه. باميه؟ لحسن والنبي ايدي ما اعرفش حطتها فين. لا والله انا كنت النهارده هطبخ بدنجان. زي بعض يا اخويا، او يقضي احسن مما فيه. حاضر. اتفضلي. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت البدنجان في حجرها وتنها ماشي. المره دي بقى ما قفلتش الباب واتركنت على الحيط وقفت استنى، مفيش نص دقيقه ورجعت لي تاني. الله، انت واقف كده ليه يا اخويا؟ مستنيكي. ليه يا اخويا؟ تكوني بس محتاجه حله، مغرفه، شوكه. لا يا اخويا عندي كده الحمد لله. بس ما اعرفش والنبي ايدي حطتهم فين. فبدل ما تروحي وتيجي، نعم، ما تقفي لك كده قد 5 وتفكري الحاجات اللي ايدك ما تعرفيش حطيتها فين. حله، سكينه، مقشه، مغرفه، اي حاجه. لا يا اخويا كتر خيرك، كله موجود الحمد لله. ما عدمكش ابدا يا اخويا. يعني اخش بقى واقعد؟ اقعد يا اخويا استريح. يريح قلبك يا ست. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وقفلت الباب وراها ورحت راجع ودي جت. نعم. ايمان. افندم. الاقيش عندك والنبي قطيتين. قطيتين؟ لحسن ايدي ما اعرفش حطيتهم فين. لا والله انا اشتريت البدنجان وكنت لسه هنزل اشتري القوطه، بس بعد ما استريح شويه. وتتعب نفسك ليه يا اخويا؟ انزل انا اشتريها لك. بس ما يصحش. ما يصحش ليه؟ مش هطبخ بيها؟ هات يا اخويا راسلين قوطه في نص فرنك ب6 ساغ. اتفضلي. لكن الله، ده الراسلين قوطه في نص فرنك ب4 ساغ. لا يا اخويا، ما انا هشتري بقى معاها خيارتين على حزمه بقدونس على شويه خضره كده علشان السلطه. هو انت مش بتحب السلطه؟ بحبها بس يعني. خلاص يا اخويا وانا كمان بحبها. حاضر. اتفضلي ادي 6 ساغ. ما عدمكش ابدا يا اخويا. وخدت ال6 ساغ وقلت يا واد زي بعضه، وقفلت الباب وخبطت عليا. نعم 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 نعم. سمعنا. افندم. الاقيش عندك والنبي يا اخويا؟ لا ما عنديش. ما عندكش ايه؟ ما عنديش صبر بقى استحمل اكتر من كده. ليه بس يا اخويا؟ نص ساعه دلوقتي قايم قاعد زي فرع علوز، عاوز اتهمد بقى وارتاح. طب ما ترتاح انت يا اخويا وانا اخد اللي انا عايزاه. طب وعايز ايه بقى دلوقتي؟ عصرت القوطه وعايز اغسل ايديا. الله. طب ما عندك يا ست حنفيه. ما انا عندي يا اخويا، ما قلتش حاجه، بس ما اعرفش ايدي حطتها فين. دخلت غسلت ايديها وخرجت ومعاها الفوطه كمان، وقفلت الباب وراها ورجعت وقعدت على الكرسي 5 دقايق وسمعت خبط على الباب. روحي بقى كانت في مناخير. رحت واخد المقشه في ايدي وفتحت الباب ولسه هرقع بالمقشه ولقيت قدامي 9 اصحابي. رحت قافل باب شقتي ورايا قلت خدتهم. نعم. تسمحي لي بشقتك وغداتي بس 5 دقايق علشان معايا ضيوف؟
طب ما تاخدهم على شقتك. اصل والنبي يا اختي شقتي بس مش عارف ايدي حطيتها فين.